شكون فينا اللي ما تحبش كبده مشرمله سورتو اذا كانت مجمره وحريوره؟ الله الله، جبتها لكم اليوم مع الخبز المنفوخ باسهل واروع طريقه، ما كاش منها ما ينجحلكش بعد ما تشوفي الوصفه تاع اليوم. يجي رقيق وفارغ لداخل وتقدروا تستعملوه في كامل لي ساندويتش اللي تحبوا ديروهم. في الاول كنت رايحه نبارطاجي معكم غير وصفه الكبده مشرمله، ومن بعد قالوا لي ياسمين زيدي بارطاجي معاهم الوصفه تاع الخبز المنفوخ ديالك، لا خاطر بزاف ناجحه. كامل اسرار نجاح الخبز المنفوخ راكي رايحه تلقايهم في هذا الفيديو. وكما اليوم حبيت نقدم الكبده مشرمله ديالي مع البطاطا مقليه، وتقدروا تاني تقدموها ولا ترافقوها مع لا بيوري. وصفه سهله تستاهل انكم تجربوها. واذا حبيتوا يلحقوكم كامل الوصفات اللي راني مبارطاجي معكم، ما عليكم غير تخلوا لي ابوني للقناه خفيف ظريف مع ياسمين، جمل الفيديو، تفعيل الجرس، واذا حبيتوا تزيدوا تبارطاجيوا الوصفه مع صحاباتكم. ونبداو نحضروا العجينه تاع الخبز ديالنا اللي نحتاجوا فيها كاس خليط بين الحليب والماء دافي. يعني درت نص كاس تاع الماء دافي ونص كاس تاع الحليب، زدت عليهم مغرفه صغيره ممسوحه خميره الخبز ومغرفه صغيره تاع السكر. خلطتهم وخليتهم يخمروا حوالي 4 ساعة ولا 10 دقائق. من بعد زدت عليهم كاس تاع سميد رقيق وكاس تاع الفرينه. درت عليهم شويه تاع الملح وبقيت نخلط في العجينه ديالي حتى تتحصلوا على عجينه تكون شويه طريه. من بعد بديت نخبط فيها مليح بيدي، هاد المرحله بزاف مهمه. من بعد كملت طميتها بالفرينه. لازم تتحصلوا على عجينه تكون حاكمه روحها شويه كما راكم تشوفوا في الفيديو. وباش يجيكم الخبز ديالكم ناجح من اول تجربه لازم تدلكوه مليح. اذا كان عندكم البيتران ديروا العجينه ديالكم في البيتران وخليوها تتعجن. ما اذا ما كانش عندكم نورمال ادلكوها بيديكم كما راكم تشوفوا، تبقاو تدلكوا فيها مليح وتزيدوا في الماء غير بشويه كيما نكونوا نعجنوا في المطلوع ولا في المحاجب. المهم انا هنايا زدت الماء 2 مرات حتى تحصلت على عجينه كيما عجينه المطلوع، تماما كيما عجينه المطلوع. على بالكم هذا الخبز باش يجيكم منفخ لازم العجينه تخليوها تلصق كيما راكم تشوفوا، هذا هو السر. اذا درتوا العجينه ديالكم ناشفه شويه ما راهوش رايح يتنفخ لكم. وشوفوا هذاك القوام اللي تحصلت عليه، يعني تشوفوها بلي ولات القوام ديالها شباب. هنايا زدت عليها مغرفه كبيره تاع زيت زيتون، تقدروا ديروا زيت العاديه، وبقيت ندخل في هذاك الزيت في العجينه حتى تتحصلوا على واحد العجينه بزاف شابه. من بعد رجعتها للغيسيبيون ديالها، غطيتها بفيلم اليمونتير مليح، ما لازمش يقيسها كامل الهواء، وخليتها تخمر في بلاصه دافيه. العجينه ديالكم قد ما تخليوها تخمر مليح قد ما راهي رايحه تعطي لكم نتيجه بزاف شابه. يعني سر نجاح العجينه ديالكم راهي في الدليك وفي التخمار. ومن بعد رايحه نزيد نمد لكم واحد السر اللي يخلي الخبز ديالكم يتنفخ 100%. وانا اليوم حبيت نرافق الطبق تاع اليوم مع بطاطا مقليه، تقدروا يعني تحمروها غير في الفور مع شويه تاع زيت زيتون واعشاب عطريه، ولا ديروها مع لا بيوري. انا حبيت نديرها مع لي فريت لخاطر حبيت نديرها في الاخر ساندويتشات كما شفتوا، يجي واحد لي ساندويتش البنات بزاف بزاف بنان. المهم انا البطاطا ديالي كما مولفه دائما نقول لكم نقليها في زيت بارده، يعني ديروا لها الملح وتحطوها وديروها داخل الزيت وحطوا المقله ديالكم فوق النار، رايحه تطيب لكم حمراء وشابه وما تشرب لكمش بزاف الزيت، يعني تجيكم هايله. ونروحوا نحضروا الدرسه ديالنا اللي نحتاجوا فيها 3 سنات كبار تاع الثوم، استعملوا على حساب الكميه تاع الكبده ديالكم، مي الكبده تحب الثوم. درت لها شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه عكري حلو والعكري الحار، شويه كزبر بودره وشويه تاع الكرويه، ودرت لهم كميه صغيره تاع زيت زيتون. كاين اللي تحب تزيد لها شويه تاع الكمون، مي انا اليوم ما زدت لهاش. كما راكم تشوفوا خلط كلش مع بعض. تقدروا تزيدوا ديروا حبه فلفل دريس مشمخ في الماء سخون، ولا ديروها كيما راهي برك وتجيكم روعه. من جهه ثانيه درت كميه لبس بها تاع زيت زيتون في مقله وخليته يسخن مليح كيما شفتوا، باش غير نديروا الكبده ديالنا راهي رايحه تدي هذاك الشوك وما تتفتتناش، يعني من بعد المرقه ديالنا ما تجيناش كحله، وبالعكس يعني تجي حمراء وتجي شابه. من بعد خلطتها غير شويه، غطيتها وخليتها كيما راهي، ما زدتش مسيتها. كي عاودت وليت ليها لقيتها يعني دات الوجه من كامل الجهات، يعني حتى يعني لو كان تحبوا تخلطوها ما راهيش رايحه تتفتت. المهم هادو كامل العفايس على طريقتي، وانتوما ديروا الشي اللي يريحكم.
وبعد ما تقلت مليحه ديك الكبده نحيتها حطيتها بجيه، وفي نفس المقله ما حبيتش نزيد الزيت، حبيت نخلي الحاله شويه صحيه شويه. ما صافيك درت مباشره الدرسه، درت مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره، درت الدرسه ديالي، من بعد زدت عليها شويه تاع الماء باش ما يتحرقوناش هذوك لي زيبيس والثوم. كيما شفتوا درت شويه تاع الماء في هذاك المهرس، قسم نزيدو نشلو هذاك المهرس ونحولو الدرسه اللي بقات فيه، وزدتها على الدرسه اللي راهي في المقله. كيما راكم تشوفوا كملت قليت كلش مع بعض، من بعد مرقت بالماء السخون. كميه الماء تبقى على حسابكم نتوما، اذا حبيتوا الكبده ديالكم تجي فيها لاصوص ديروا شويه زياده تاع الماء، اذا حبيتوها تجيكم ناشفه نقصوا. على كل حال الكبده من بعد راهي رايحه تتشرب لاصوص، صافيك من الاحسن ديروا شويه زياده تاع الماء. كيما راكم تشوفوا هنايا خليت لاصوص ديالي الطيب قسمه تغلي ونشوفوها بلي تقالت شويه لتما باش نزيدوا الكبده. من جهه ثانيه نروحوا للعجينه ديالنا، بعد ما خمرت مليح مليح حبط لها الخميره ديالها، من بعد درت فوقها شويه تاع زيت زيتون قيس برك ما نقدروا نخدموا بها ونقدروا نقرصوها. هاد المقادير خرجوا لي 4 خبزات متوسطين، وانتم تحبوا تضاعفوا ولا تنقصوا في المقادير كيما حبيتوا. كيما راكم تشوفوا درت شويه تاع سميد رقيق وحطيت العجينه ديالي فوقه، من بعد زدت لها شويه تاع سميد رقيق من فوق، غطيتها وخليتها تخمر 5 دقائق. بعد ما جازوا 5 دقائق عاودت وليت ليها وبديت نفتح فيها. فتحت الطرشونه ديالي رشيتها بشويه تاع سميد رقيق، تقدروا ديروا خليط بين السميد والفرينه، سينو غير سميد وحده راح يجيكم شباب كما شفتوا في اول الفيديو. المهم درت شويه تاع سميد، جبت العجينه ديالي حليتها غير شويه بيدي، من بعد بديت نحل فيها بالحلال. بالنسبه للسمك تاع العجينه ديالكم لازم يكون رقيق، لو كان تخليوها خشينه رايحه تجيكم لداخل فيها اللبابه، وكي تحلوها رقيقه رايحه تتنفخ لكم وتجيكم لداخل فارغه. زدت عاود غطيتهم وخليتهم يخمروا 10 دقائق. هاد المرحله مهمه بزاف، رايحه تعاوننا باش المطلوعات ديالنا يجونا خفاف وفارغين. من بعد نعاودو نولو لاصوص ديالنا كيما راكم تشوفوا. بعد ما شفت هذيك لاصوص تقالت شويه، ضفت عليها هذيك الكبده وزدت عاود غطيتها وخليت هذيك الكبده تتشرب لاصوص، ونتحصلوا على اون صوص ثقيله وخاتره. الطاجين ديالكم ديروه يسخن على اعلى درجه، لازم يكون سخون مليح مليح باش هذاك المطلوع رايح يدي هذاك الشوك ويتنفخ لنا. اذا ما كانش عندكم الطاجين تقدروا طيبوه في المقله عادي ويجيكم ناجح وفارغ كل طيبته في الطاجين. كما راكم تشوفوا الخبيزات ديالنا يجونا منفخين لداخل، ولاستيس تاعهم كامل انكم كي تحطوا الخبزه ديالكم ولا العجينه ديالكم فوق الطاجين قبل ما تحمر تحسبوا 3 ثواني وتقلبوها، من بعد تزيدوا تقلبوها، تبقاو غير تقلبوا فيها حتى تشوفوها بدات تتنفخ. غير تشوفوها بدات تتنفخ خليوها وزيدوا قلبوها من الجهه الثانيه، راح تزيد تتنفخ اكثر واكثر حتى تتحصلوا على النتيجه اللي راكم تشوفوا فيها. واذا حبيتوا الخبز ديالكم يجيكم شباب اكثر حمروه بالشانيمو، رايح يعاونكم باش الخبز يتنفخ تمتم وفي نفس الوقت يمد لكم الشكل شباب للخبز ديالكم. كيما راكم تشوفوا كي تحطوا العجينه ديالكم فوق الطاجين احسبوا 3 ثواني ولا 4 وقلبوها، وكيف كيف احسبوا 4 ثواني وقلبوها حتى تشوفوها بدات تتنفخ لكم. نعاودوا نولوا الكبده ديالنا. كما راكم تشوفوا المرقه راهي ثقيله، اللون ديالها شباب، تقدروا تزيدوا لها مغرفه صغيره تاع الهريسه رايحه تزيد لكم بنه على بنه. ومن بعد قبل ما نطفي عليها زدت عليها مغرفه كبيره تاع الخل وطفيت عليها النار. وبلا ما تنساو ما تكملش الكبده ديالنا غير اذا زدنا لها شويه تاع المعدنوس مقطع. والوصفه ديالنا كما راكم تشوفوا جات تشهي، قدمتها كما راكم تلاحظوا مع البطاطا مقليه، تقدروا ديروها مع لا بيغي ولا حتى كيما راهي ديروها في لي ساندويتش. الوصفات تاع الكبده مشرمله يتبدلوا كل وحده وطريقتها، كل وحده كيفاش تحب ديرها. انا اليوم حبيت نشاركها معكم على طريقتي وتجيب بزاف بزاف بنينه. جربوها وراهي رايحه تعجبكم اكيد. وشوفوا الخبز ديالنا بعد ما طاب تحمرته شويه بالشانيمو في الطرف والشكل ديالو، وحتى يعني الداخل تشوفوا كيفاش فارغ ويجي خفيف، وقد ما تاكلوا منه ما تشبعوش. خلطت الكبده مع البطاطا كيف كيف، من بعد شديت الخبز
قطعته على زوج باش نقدروا نرفدوه من بعد، وفرسيتو بهذه الطريقه. تقدروا تزيدوا معاه شلاضه ولا طوماطيش ولا حتى ديروا معاه دي صوص. المهم الوصفه راهي عندكم وانتم زيدوا لها واش حبيتوا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. واذا حبيتوا يوصلكم كامل الوصفات اللي راني نشارك معاكم، ما عليكم غير تخلوا لي ابوني للقناه، جملوا الفيديو وتفعيل الجرس. وما بقاني غير نقول لكم جربوا الوصفه واستمتعوا بالبنه. نتلاقاو في الوصفات الجايين، وسلام.